صور قد لا تلائم الجمهور الناشئ. ليست جماهير بوتافوغو بملعب الماراكانا، بل جماهير الماغانا عاشقة للرجاء. فجماهير النسور الخضراء حلقت عاليا فوق سماء العالمية باعتبارها من الجماهير التي تعطي جمالية للمدرجات من أنامل مغربية بيضاوية مبدعة. في أمريكا يوجد هوليود، وفي الهند بوليود، وفي المغرب لا صوت يعلو فوق صوت الكورفاسود. لوحات فنية من أعلى طراز من أنامل مغربية انبهر لها عشاق الجلد المدور عبر العالم لاحتلالها الأولى عربيا وإفريقيا، ومراتب متقدمة في التصنيف العالمي، متفوقة على مشجعي المخضرمين في عالم فاكهة الملاعب على شاكلة الجماهير اللاتينية وحتى الأوروبية، لأن جمهور الرجاء له نكهة خاصة في التشجيع. وصول جمهور فريق الرجاء البيضاوي إلى هذه المرتبة المتقدمة عالميا لم يأتي من فراغ، فقد شكلت تلك اللوحات الأخاذة التي تحت الجنبات ملعب محمد الخامس فسحة للمشاهد كي يستمتع بمباراة أخرى تجري فوق المدرجات. أحيانا الحروف تقتل الكلمات حين تقال. باختصار، جماهير النسور الخضراء ليست كائنات فضائية خضراء، بل بشرية عاشقة للرجاء. عبد الحق سرحان يحييكم، تحية خاصة لصديقي أيوب العاشق للنسور الخضراء.